واخواتي عندنا مسابقه عن مين بيعمل اطيب سفره فطور، وحرفيا رح يوصلوا بعد نص ساعه، فيلا نبلش على السريع. اول شيء رح اسوي فتة متبل، واكيد رح استعمل المتبل الجاهز من الكسيح، يعني اكيد ما رح اقعد اشوي باذنجان بالفرن اسا. يا سلام، نفردها هيك. بس تعالوا نشوف اذا عن جد غني بالطحينه زي ما بيقولوا. طعمة الطحينه كتير واضحه فيه، وبذكرني بصحن البابا غنوج اللي امي كانت تسويه احنا وصغار. نسيت انه لازم نخلص على السريع. لخلطه الفته بدنا لبن، طحينه، شويه ملح والتومه. رحت لانسى الحامض، نحط خبز المقلي، ندير فوق خلطه اللبن. سلام. يلا على السريع لازم نسوي الحمص بول، واكيد كمان رح استعمل الحمص الجاهز من الكسيح، هذا كمان طعمته كتير غنيه بالطحينه. رح اسوي ورده هيك، عم بشوفوا كيف قوامها بيجنن. رح اشقف لخضره على السريع، هاي خيار، جزر، والفلفل الحلو، زيت زيتون، وترى ما عم صدق قديش حلو طلع الصحن. ندوق شوي الحمص، بجنن بجنن بجنن. بس على السريع بدي افرجيكم كيف بدي احشي الكروسان بالحمص، وبحط شوية روكت، نتفة زيت، بحط عودة اسنان هيك، وبزينها ببندورة هيك. يلا على السريع بقي 5 دقايق ورح اسوي فول الحب، ورح استعمل الفول المدمس كمان من كسيح. الحلو انه هاي العلبة بتنفتح على السريع بدون مقص، وعاملين الباكجينج منيحة للبيئة. يلا منديرة، واذا بقي معك زيادة بس عليك تسكريها هيك وتحطيها بالبراد. يلا على النار، سخنوا معانا. هسه بس بضيف الكمون، ملح حار، وشرائح الحامض، وكلن بالعود اسنان. تعالوا افرجيكم كيف طلعت الصفرة. شوفوا هالصفرة قديش كوزي، وبتذكرنا بطعم البلد بالغربة. وكل المنتجات اللي استعملتن اليوم من الكسيح متوفرين اونلاين وبالمحلات العربية، واحلى شي فيهن انه سهل التخزين وما بيحتاجوا براد. يلا احكوا لي شو رأيكم بهالصفرة.